اهلا بكل حبايبي متابعيني. جربتي تعملي اللازانيا في طاسه؟ طب جربتي تعملي اللازانيا من غير طبقات بقى، بشاميل وطبقه لحمه وطبقه بشاميل وطبقه مكرونه؟ اكيد ما جربتهاش، بس بعد وصفه النهارده لازم تجربي الطاسه دي، خطيره. يلا بينا نشوف انا عملت ايه. في طاسه كده على النار حطيت معلقتين زيت، وهنزل ببصلايه مفرومه او حسب كمية اللحمة اللي هتعمليها. هشوح البصل كده لحد ما توصل للون الذهبي ده، وانزل باللحمة بتاعتي. هنا ربع كيلو من اللحم. خلاص هشوح اللحمة كده كويس مع البصل. هتوصل المرحلة دي هنزل بالتوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل وشوية سبع بهارات وسنة كاري. هقلب الكلام ده كله كويس لحد ما اللحمة بقى تغير لونها. هنزل عليهم بمعلقة من الصلصة، وبرضه هقلب. وبعد كده نزلت بربع كوباية من عصير الطماطم، الطماطم المتسبكة بتاعتنا عادي خالص. وهقلب الكلام ده، وهنزل عليهم بفلفل الوان احمر واخضر واصفر متقطعين صغير. خلاص المرحلة دي بقى هحط كوباية من المية السخنة، يعني كوباية وشوية كده، وهقول لكم ليه زودنا المية كده. هسيبها بقى تغلي على نار هادية، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. جبت معايا شرايح اللازانيا مكسراها كده نصين، وهغرزها في قلب الصلصة وقلب اللحم اهو زي ما انتم شايفين. هحطها كده ما بين الفلفل وما بين اللحمة، واتأكد ان الصلصة مغطياها اهو. طلعت كده شوية من الفلفل واللحمة لفوق كده اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص حطيت الكمية بتاعتي، اسيبها بقى على نار هادية واغطيها لحد ما اللازانيا تستوي، يعني تقريبا 10 دقايق اهو. ده شكلها بعد ما استوت. هحط بقى، هقفل عليها واحط عليها شوية جبنة موتزاريلا كده من فوق، دي بتحلي الطعم جدا. وهفتح عليها الشواية، هتطلع بالجمال والخرافة دي، طعمها تحفة. وجربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. لايك وشير للفيديو.